السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا نتكلم عن المدرب القادم للمنتخب الوطني الجزائري. هناك أخبار تقول بأن هناك مدربان فقط واحد منهم سيقود المنتخب الجزائري في الفترة القادمة. الاسم الأول هو فايد آلي لوزيت، المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري الذي قاد الجزائر إلى كأس العالم في البرازيل والدور الثاني. أيضا هناك رونار، هذا المدرب الفرنسي الذي قاد السعودية إلى كأس العالم، حقق أيضا نتيجة إيجابية، أهل المغرب إلى كأس العالم، وأيضا حقق كأس إفريقيا لزامبيا وأيضا لكوت ديفوار بدون نجمها الأول ديدي دروغبا الذي أبعده من الفريق عندما استلم أمور هذا المنتخب الإيفواري، وكانت له شخصية قوية جدا في هذا الفريق المنتخب الإيفواري. نتمنى أن يكون واحد منهما هو قادر عن إعادة المنتخب الوطني الجزائري إلى سكة الصحيح، خاصة أننا نملك أحسن اللاعبين في إفريقيا. نتمنى التوفيق للمدرب القادم فايد آلي لوزيج أو هيرفي رونار. أنتم أعطونا رأيكم، من هو المدرب القادر على قيادة كتيبة المنتخب الوطني ورفقاء رياض محرز في المرحلة القادمة إن شاء الله، هيرفي رونار أو فايد آلي لوزيج.